الصبر مفتاح الفرج. جملة قصيرة لكنها تحمل بين حروفها حياة كاملة. كم من إنسان انكسر قلبه وظن أن النهاية قد كتبت له، فإذا بالصبر يعيد إليه النور. الصبر ليس مجرد انتظار، الصبر قوة. الصبر إيمان بأن وراء الألم حكمة، وأن وراء الدمع بابا للفرج. لا شيء يبقى على حاله، فالحزن لا يدوم، والجرح لا ينزف إلى الأبد. بالصبر نصبح أقوى مما كنا، نتعلم كيف نقف من جديد بعد كل سقوط، وكيف نبتسم رغم أن قلوبنا مثقلة. الصبر لا يعني أن نتجاهل الألم، بل أن نحمله بكرامة، أن نقول في أعماقنا: أنا متألم، لكني واثق أن الغد أجمل. فكل دمعة صبر تزرع أملا، وكل جرح صبر يفتح بابا للفرح. لذلك لا تيأس، تمسك بصبرك، فالصبر وحده يفتح الأبواب المغلقة، ويحول العتمة نورا، والوجع راحة، واليأس رجاء. الصبر هو الذي يصنع من الضعف قوة، ومن الانكسار بداية جديدة. فاصبر، فإن الصبر مفتاح الفرج. لا تشرح نفسك لمن لا يريد أن يفهمك، ولا تبرر أفعالك لمن ينتظر سقوطك. الصمت أبلغ من 1000 كلمة، وأحيانا يكون عدم الرد هو الجواب الأمثل. ليس كل من حولك يستحق تفسيرك أو تعبيرك عن مشاعرك. بعض الناس ينتظرون أخطاءك لكي يستخفوا بك أو يسحبوا منك طاقتك. الحياة مليئة بالأشخاص الذين لا يفهمونك حتى عندما تكون صريحا معهم، فكلما حاولت توضيح نفسك ازدادوا بعدا عنك. إذا كان هناك من لا يرى قيمتك، فلا تضيع وقتك في شرحه أو تبريره، لأن الصمت هنا يعبر عن القوة والقدرة على الصمود. إذا فهموا فهموا، وإذا لم يفهموا فليس من مسؤوليتك أن تجعلهم يفهمون. الصمت هو الرد الذي يتكلم عنك ويدافع عنك ب1000 كلمة لا يمكن أن تقال. لا تعطي أحدا أكثر من حجمه، ولا ترفع من لا يستحق. الناس إذا دللتهم أكثر مما يجب ظنوا أنهم فوقك، وبدأوا يتطاولون عليك. احترم نفسك أولا، وضع الحدود واضحة. من يظن أنك ضعيف لأنك صامت، فسيفهم الحقيقة عندما تنفجر. لا تسمح لأحد أن يستهزئ أو يستهين بقيمتك. كن واضحا. من يتجاوز حدوده يسقط من عينك بلا رجعة. إياك أن تركض وراء من لا يراك، ولا تتوسل لود زائف. من لا يعرف قيمتك لا يستحق لحظة من وقتك. احذف، اقطع، تجاهل، ولا تلتفت. الكرامة ما تتجزأ، إما كلها أو لا شيء. الغدر هو الوجع الذي لا ينسى مهما مر عليه الزمن. هو الطعنة التي لا تأتيك من بعيد، بل من يد كنت تمسك بها كي لا تقع. أبشع ما في الغدر ليس الألم نفسه، بل الصدمة. أن ترى الخذلان في عين من كنت تحتمي فيه، أن تكتشف أن من كنت تحكي له أسرارك هو أول من استعملها ضدك. الغدر لا يأتيك من عدو، فالأعداء لا ننتظر منهم خيرا، إنما يأتي من قريب، من شخص ضحكت معه وبكيت له وسندته في ضعفه، ثم لما وقفت عليه تركك تسقط وحدك. هذا النوع من الألم لا يوصف بالكلمات، لأنه لا يجرح الجسد. الحب في قلوب الناس لا يشترى بالكلمات ولا بالعطايا المادية، بل يبنى بالأفعال، بالصدق، وبالتواصل الحقيقي. إذا كنت تحب الناس بصدق، فإنك تزرع في قلوبهم بذور المحبة التي لا تذبل مع مرور الزمن. هذا الحب الذي تمنحه لهم بصدق سيظل حيا في قلبهم حتى في أصعب الظروف. إذا كنت محط حب في قلوب الناس، فذلك لأنك كنت معهم في السراء والضراء، وفي لحظات الفرح والحزن كنت صادقا في مشاعرك وأمينا في مواقفك. حين يحبك الناس بصدق، فإن حبهم لك لا يتوقف عند اللحظات الجميلة فقط، بل يمتد ليشمل كل وقت، حتى في الأوقات العصيبة. لكن الحقيقة التي يجب أن تعرفها هي أنه لا يمكن للإنسان أن يكسب حبا حقيقيا بسهولة. هذا الحب لا يأتي من مجرد الابتسامات أو الأقوال الطيبة، بل هو نتيجة المواقف، ونتيجة إظهار الوفاء والدعم الحقيقي للآخرين في أوقاتهم الصعبة، تماما كما في أوقاتهم السعيدة.